يقول وإذا بالتراب يرتفع وجسدي يرتفع وأصبحت خارج القبر. يقول أنا متعب أريد بس أنام بالقبر، الآن خرجت روحي من جسدي. لذلك ناديت أهلي جاءوا دفنوني مرة ثانية. يقول أيضا مرة ثانية ارتفع التراب، صار جسدي فوق التراب. يقول ناديت أهلي ما سمعوني، نظرت يمينا شمالا ما رأيت إلا شخصا واحد وكأنه من الملائكة. قلت له يا هذا لم لا أستقر في قبري؟ ليش ما أستقر في القبر؟ قال لي يا هذا هل سئلت مساءلة القبر؟ قلت لا. قال اذهب إلى بعض هذه الحجر غرف. يقول ذهبت شفت ملائكة. قلت لهم شنو أنتم تيهيني ناسيني ما تدرون بي، أنا معفو عن مساءلة القبر، ليش ما تسألوني هالأمر المهم أريد أتخلص؟ قالوا إحنا الآن نأتي إليك وإذا بشخص من بعيد ينادي. قالوا إحنا الآن نأتي إليك وإذا بشخص من بعيد ينادي عليهم وهو يقول إنه لا يساءل مساءلة القبر، هذه الصعبة، لأنه زار الحسين مشيا على الأقدام. زين؟ اي نعم، هذا زار الحسين مشيا على الأقدام، حصل على صك من الحسين، ما يساءل مساءلة القبر. يعني الورقة اللي مكتوبة فيها أعماله هذه مختومة من الحسين عليه السلام، ما يختمها الملك اللي يسائله مساءلة.